ازيكم يا جماعة؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم وعلى الأسرة الكريمة. حاسس إن أنا عيد مبارك عليكم على الأسرة الكريمة، الكلام اللي بيتقال في المناسبات والحاجات دي. بس كل سنة وانتم طيبين يعني، وأتمنى إن انتوا تتبسطوا في أجازة العيد وقولوا لي هتعملوا فيها إيه. بصراحة أنا لقيت نفسي قاعد النهاردة في صيام وكده، فقلت ليه ما صورش الحلقة دي الناس اللي منتظر انها تطلع منها بمعلومة مفيدة. صدقوني مش هطلعوا بمعلومة مفيدة. انا هشارككم النوت بوكس بتاعتي وهواية انا بحبها من زمان. فلو انتوا يعني انترستد ان انتوا تشوفوا ده، مش عارف هتستفادوا ولا لا، بس يعني انا اتمنى ان انتوا تشاركوني ده، واتمنى الحلقة دي تعجبكم، خصوصا ان انا بقالي فترة كبيرة ما صورتش حلقات، فاتمنى الحلقة تعجبكم. فيلا بينا. ازيكم يا جماعه؟ حلقه جديده لطيفه خفيفه ان شاء الله. هشارككم فيها النوت بوكس اللي انا يعني عندي، اللي انا بحبها، وكمان هشارككم هوايه عندي من زمان، وهي ان انا بحب من صغري اجمع العملات القديمه. بقالي فتره كبيره ما ضفتش عمله جديده، ولكن ستيل هي العملات القديمه دي ممكن مثلا اكون بجمعها بقالي لا يقل عن 15 سنه او 17 سنه، بجمع كده كل ما تيجي قدامي عمله فاجمعها. اول حاجه خلوني اشارككم النوت بوكس بتاعتي بسرعه. اول نوت بوك دي، وهي بصوا هي شكلها من جوه يعني فيها حاجات حلوه. الحاجات الحلوه اللي فيها ان هي ايه، يعني في بارت منها للرسم، خصوصا ان انا مش بعرف ارسم. فبكتب فيه. انا مش بعرف ارسم خالص، حاولت كتير اتعلم الرسم لكن كل محاولاتي بقت بالفشل يعني. فبكتب فيها. وفي حاجات برضو هنا يعني مربعات كده برضو لطيفه. انا كنت جبتها من سمير وعلي زمان قوي، وتقريبا دي اكتر نوت بوك بستخدمها كتير قوي، لان انا بكتب فيها الحلقات وبحضر فيها وكده. فدي تقريبا اكتر نوت بوك واكتر نوت بوك بحبها، لان هي بتبقى معايا على طول يعني. فلو في حاجه في دماغي، خصوصا ان انا بنسى كتير وكده، فبكتبها بسرعه فيها. فهتلاقوا دي كده ايه. وحتى انا ليا يعني لما بكتب الحاجات بتاعتي بكتب كده بطريقه رموز، بحيث ان اي حد يفتحها يعني اي حد يفتح النوت بوكس مش بيبقى فاهم حاجه، وانا خطي وحش اصلا يعني. النوت بوك التانية دي قديمة عندي جدا، بكتب فيها مواقف حلوة، بكتب فيها مواقف يعني. النوت بوك دي جات لي زمان قوي. دي جات لي زمان قوي، بكتب فيها حاجات كتير يعني، شايفين يعني، بكتب فيها وحاطط فيها ورق وكده، وبرسم فيها اوقات وبلون فيها، واوقات بكتب فيها حلقة لما ابقى مزنوق. النوت بوك دي جات لي من زمان قوي، وانا يعني بحبها جدا، وبكتب فيها طول الوقت، خصوصا ان هي مريحه قوي في الكتابه يعني حتى الصفحات بتاعتها مريحه جدا يعني. حتى تلاقوني مثلا ايه كاتب فيها كتير جدا، ما يعني تقريبا ما عادش فيها مكان فاضي من كتر ما انا كتبت فيها. نادرا لما تلاقوا مكان فاضي يعني، فاهم؟ حتى انا حاطط حاجه كده عشان المكان الفاضي، بص مفيش غير دول تقريبا، فبحبها قوي. النوت بوك التالتة هي دي، انا بكتب فيها بس كوتس بتاعتي يعني لما بعوز اكتب حاجه بتاع، فهتلاقوني مش كاتب فيها كتير قوي. ف يعني اصل هي الكتابه بتاعتها، بصوا شكلها من جوه، شكلها حلو قوي يعني. فانا بحب اكتب فيها من وقت للتاني كده، خصوصا ان هي الورق بتاعها بيتفك كده، وفيها حاجه حلوه قوي يعني. بصوا فيها من هنا لما بتسيب دي تفكها كده، لما دي بتفكها بتبقى فلاشايه، ممكن تحط عليها بقى حاجات خاصه بيك وبتاع، وتحطها كده از ان هي ايه عاديه، فاهمين قصدي؟ وتقفل وخلاص. فشكلها حلو قوي يعني، فانا بحبها، بحب اكتب فيها مثلا قبل النوم بقى، الحاجات دي بكتب فيها كده. النوت بوك دي جات لي هديه، هي نفس اللوحه اللي موجوده فوق هنا على المكتبه، للناس اللي عارفه شكل المكتبه. انا لسه ما كتبتش فيها لحد دلوقتي، وبصراحه يعني لما بحب حاجه قوي ببقى مستخسر ان انا اكتب فيها حاجه احس ان هي بعد كده مش مهمه، فاهمين؟ فدي لحد دلوقتي مش عارف اكتب فيها ايه بصراحه. فلو حد عنده يعني ان ريكومنديشن ان انا اكتب فيها بشكل معين، بصراحه انا يعني النوت بوك دي تقريبا يعني اقرب نوت بوك لقلبي بصراحه. النوت بوك دي انا كنت جبتها عشان اعملها تو دو ليست للسنه، وكانت مش مريحه خالص في الكتابه، فابتديت اكتب فيها بقى ايه حلقات وافكار جديده وكده. وخصوصا يعني معظمها اصلا دلوقتي فاضي لان هي مش مريحه بالنسبه لي، فكتبت فيها شويه في الاول كده، ومن بعد كده بقى ايه ما بقيتش بكتب فيها خالص. فدلوقتي بحاول من وقت للتاني، لان هي بصوا صغيره قوي، فمش مريحه خالص في الكتابه يعني.
ودي نوت بوك بكتب فيها حلقات برضو، يعني بشخبط فيها بعمل فيها حاجات. ودي نوت بوك للمذاكره، يعني بذاكر فيها تقريبا. جبتها منين مش فاكر، من مكتبه او خدتها من اختي. هي دي من جوه، بس بكتب فيها بقى حاجات خاصه بيا مثلا بالانجليش بتاع كده يعني. يلا نروح للجزء اللي بعد كده، وهي العملات القديمه بتاعتي. في عملات ورق، بصوا يعني مش عارف دي ايه. دي كانت ولاها تقريبا قديمه. انا لقيتها فين؟ تقريبا لقيتها في البيت، لقيتها في المعز، مش فاكر بصراحه. بس هي شكلها فينتج كده رغم انها مش مدخن يعني. دي عملات ورقيه، استنوا اوريها لكم. في حاجات كتير انا مش عارف الهيستوري بتاعها. يعني العمله دي انا مش عارف الهيستوري بتاعها، هي تركيه بس مش عارف يعني لو حد بقى يعرف العملات دي. بس هي عندي من زمان قوي، هي عمله تركيه بس مش عارف 1000 حاجه او 10000 حاجه، فمش عارف هي ايه. ودي تقريبا انا جبتها من معرض الكتاب، كانت اغريقيه تقريبا. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، كنت جبتها من معرض الكتاب. ودي برضو دي روسيه تقريبا، برضو كنت جبتها ايام ما كنت بدور على عملات في معرض الكتاب. بصوا شكلها، حتى هي تلاقوا فيها التفاصيل الصغيره دي. مش عارف، اتمنى تكون ظاهره كويس للكاميرا. ده طبعا نص جنيه ورق، عشان انا عارف ان هو في يوم مش هيبقى موجود فطبيعي. وجنيه ورق كمان. ده ريال سعودي. مش عارف هو لسه الريالات الورق دي موجوده ولا لا، يا ريت تقولوا لنا يعني. دي عمله مش عارف ايه يعني، دي تقريبا المانيا او حاجه، او استراليا او لا هو دي سويسري تقريبا دي. ودي صيني. بصوا دي مش عارف ايه بصراحه. وبصوا في عمله كده هي عزيزه جدا على القلب، بس انا مش عارف دي عمله ايه يا جماعه. يا ريت العمله دي بالذات حد يقول لي ايه ده، ايه دي. انا لقيتها قديمه كده ومن ساعتها انا محافظ عليها بالشكل ده. تقريبا لقيتها في الشارع، فشايفين شكلها عامل ازاي. ايه ده بقى، ايه الديزاين ده. استنوا ودي برضو جبتها من معرض الكتاب. دي تقريبا اذربيجان او حاجه زي كده تقريبا. انا فاكر ان كان مكتوب عليها اذربيجان. بصوا العملات بقى دي. بصوا يعني مثلا العملات دي بقى عندي مش عارف يعني جنيهات، حاجات بقى للخليج. وفاكرين دي، عارفين دي ده ريال فاكرينه. وبحاول ادور لكم على الحاجات اللي هي مش معروفه قوي. فلس كويتي، مش عارف الحاجات دي لسه موجوده ولا لا. العمله اللي مكتوب عليها الملك فهد، نص ريال، مش عارف هم لسه موجودين ولا لا. دي المكتوبه الامارات العربيه المتحده، دي درهم. مش هو الدرهم لسه شكله عامل كده. انا ما اعرفش الحاجات دي يا جماعه والله يعني. ما دي فاكرين، استنوا هوريكم حاجه. دي فاكرين البريزه زمان. دي البريزه، ده ال5 قروش. فاكرين ال5 قروش دي؟ بصوا استنوا، فاكرين ال5 قروش دي؟ فاكرين دي؟ انتوا عارفين ان انا بحاول افتكر الحاجات دي معاكم، وانا بقالي كتير قوي ما فتحتش الحاجات دي. دي يورو، ده ب50 جنيه ده دلوقتي. ده مش عارف ايه ده تقريبا ده انجليزي او ايه، لا مش عارف ايه ده، مش عارف، حد يقول لي ايه ده. بصوا ده عراقي. بصوا ده. الحاجات دي كلها جايه يعني. انا كنت بنظف الدنيا فقلت اصور لكم الحلقه دي. بصوا هو انا معايا في عمله كده انا مش عارف هي ايه، فحد يقول لي ايه دي حد يقول لي ايه دي بقى، انا مش عارف هي ايه دي. بصوا ده الاردن. فاكرين ده هو لسه موجود ده. فاكرين ربع جنيه مخروم. في حاجه بقى انا مش عارف الناس هتفتكرها ولا لا، مش هوريكم ظهرها، بس حد يقول لي ايه دي في الكومنت. حد يقول لي لو حد يعرف العمله دي كام او كام قرش فعلا، يبقى جيل تسعينات، يبقى شاطر. ده جيل تسعينات مكافح. بصوا في عمله انا مش عارف دي عمله بلد ولا ايه. دي عمله حتى معمول عليها من ورا جيتار، فمش عارف. دي 10 قروش
باريزة، دي باريزة. لما صغرت بقى اول ما الزمن جه عليها بقى. مش عارف العملتين دول ايه، مش عارف. بس يا سيدي، يعني اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، كانت حلقة خفيفة. ما تنسوش قولوا لي هواياتكم المدفونة اللي لسه ما قلتوش عليها، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي بتعملوا ايه في العيد. قولوا لي بقى ايه خططكم كده في العيد، وايه الهوايات بتاعتكم اللي محدش يعرفها. ولو حد مهتم بالعملات برضو، حد يقول لي بقى العملات دي لو حد اكتشف منها حاجة مهمة مثلا هتخليني غني بقى ومعايا فلوس كتير نتيجة عملة انا جمعتها وانا صغير. ماشي يا جماعة، واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.